داخلا بعد اذن حضرتك مع سياده اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد. سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا سياده اللواء. معاك دكتور محمد فاروق ومعاك الاستاذ اشرف رشاد من برنامج وسيط سبورت وملعب المصري على وسيط اف ام. بنرحب بحضرتك في بورسعيد الاول، دي اول مداخله لينا مع حضرتك. بنرحب في بورسعيد، وبورسعيد بتشرف ان حضرتك تكون موجود فيها، وان شاء الله تكون بورسعيد خطوه للامام لحضرتك كده، نشوف حضرتك وزير الداخليه في القريب العاجل ان شاء الله. ربنا يكرمك، واشكر سيادتك على التهنئه الجميله دي، واوعدك واوعد شعب بورسعيد الكريم العظيم المضياف ان شاء الله نكون عند حسن ظنه. ربنا يخليك يا سياده اللواء. هو احنا قاريين لحضرتك يعني تصريح حضرتك دلوقتي نازل على كافه وسائل الاعلام بخصوص استعدادات مديريه امن بورسعيد لاستقبال المباراه القادمه يوم الاربعاء القادم باذن الله مع النادي الاهلي باذن الله، خاصه ان المباراه دي هتشهد زحف جماهيري كبير من جماهير النادي الاهلي المتصدر القمه حاليا، وفي نفس الوقت هتشهد زحف جماهيري كبير جدا من نادي بورسعيد. حضرتك عارف الماتش ده مهما كان مستوى النادي المصري بيبقى دايما في يعني منافسه جماهيريه مع الانديه الكبار زي الاهلي الزمالك الاسماعيلي. استعدادات مديريه امن بورسعيد للمباراه القادمه يا سياده اللواء؟ والله استعدادات مديريه امن المديريه عندي على قدم وساق. تمام. الحقيقه انا من اول ما جيت بورسعيد وكل املي ان المباراه دي تنتهي على خير وتمر بامان وسلام، وتكون فتحه خير بالجمهور النادي الاهلي والجمهور المصري في اعاده العلاقات الطيبه. تمام. وعوده الروح الرياضيه بين الفريقين، وان احنا نسمع تشجيع مثالي. واحنا في اطار ذلك بدانا وضعنا الخطه عشان نامن المدرجات، نامن الملعب، نامن الجمهورين، نامن فريق النادي الاهلي وهو جاي، نامن جمهور النادي الاهلي وهو جاي، وان شاء الله بشعب بورسعيد العظيم هنتخطى هذه الخطوه، ونكون العلاقات الطيبه كانت عادت بين الفريقين. في اطار ذلك انا كنت زرت النادي المصري. تمام. وتقابلت مع الاستاذ محسن شتا اللي هو محسن شتا مدير النادي، وقال لي اقتراح ان يا ريت نشوف جمهور من النادي من الالتراس يوافقني انا شخصيا، واخده يقابل جمهور النادي الاهلي ويبقى نصطحبهم، وبعد كده جمهور النادي المصري يبادر ببادره طيبه من طبعا الشعب البورسعيدي شعب مثالي والله العظيم، انا بتكلم بصراحه. تمام. ويشوفوا صور الخطيب. هو كان اللي هو محسن اقترح ده، لان اعتقد ان اللي هو محمود الخطيب حبيب جدا الشعب وبيحبوه، ويرفعوا صوره ويدعوا له بالشفاء. اعتقد لو هذا حدث فان جمهور الاهلي في المره اللي جايه واللي بعديها هيكون حسن جمهور النادي المصري، وتكون العلاقات تحققت وحققنا هدفنا من اعاده العلاقات الى وضعها الطبيعي، وتكون المباراه جميله وطيبه ان شاء الله على شعب بورسعيد وعلينا جميعا باذن الله يا سياده اللواء. هو مكتوب في تفاصيل خبر ان حضرتك اتصلت او حصل اتصال مع اللواء محمود علام مدير النادي الاهلي مدير عام النادي الاهلي بخصوص تامين جماهير النادي الاهلي القادمه. يعني ازاي هو ان شاء الله؟ وهل هيجي جماهير النادي الاهلي؟ السنه اللي فاتت حضرتك كانت وصلت في قطار، يعني وصلت في السكه الحديد السنه اللي فاتت، ووصلت في ميعاد يعني الساعه 1 الظهر، كان في ساعه صلاه الجمعه. المباراه دي كانت في شهر ابريل اللي فات، وحصلت يعني احداث شغب كبيره جدا عند منطقه السكه الحديد، للدرجه اللي خلت اللواء سامي الروبي مدير امن بورسعيد وقتها يتخذ قرار بمنع جماهير النادي الاهلي من دخول الاستاد. يعني الجماهير السنه دي بتاعت النادي الاهلي هل هتوصل في القطار عادي ولا هتيجي بالاتوبيسات زي كل سنه السنين اللي قبل كده يعني؟ والله انا في اتصال بالاستاذ محمود كان عنده حاله وفاه وعزيته. تمام. وقال لي انا ان شاء الله في طريقنا ان احنا ننظم رحله، بس انا مجانيه تقريبا او رحله للجمهور، مش متذكر اني بالظبط. تمام. وقال ان انا ان شاء الله هخترق فورا ما يتم الاتفاق على هذه الرحله، وما قاليش بقى هيجي بالقطر او بالاتوبيس، لسه ما اتحددتش. هو جماهير النادي الاهلي على صفحتها جماهير الالتراس بتاعت النادي الاهلي هتشترك في الرحله اللي بينظمها النادي الاهلي دي، هتبقى عن طريق الاتوبيسات يا سياده اللواء. يعني ده خبر واصل لنا على وسائل الانترنت على الفيسبوك والانترنت يعني وكده اهو. بس ساعات في بعض الاحيان بيطلع مجموعه منهم بيقرروا السفر بشكل شخصي في محطه السكه الحديد يعني.
فاستعدادات مديريه الامن كده ايه؟ احنا ان شاء الله نعد العده ان شاء الله، واستعداداتنا هتكون من الناحيتين، تامين القطار وتامين الطريق اللي هيجي منه مشجع النادي الاهلي ان شاء الله. تمام. هل حضرتك حصل اتصال بين حضرتك او بين ناس من مكتب حضرتك مع قيادات الالتراس في بورسعيد هنا، بحيث ان احنا يعني ايه، خلي بال حضرتك الالتراس في بورسعيد بتوع النادي المصري هم الاكثر التزاما على مستوى الانديه الجماهيريه كلها، يعني اكثر التزاما من الاهلي، اكثر التزاما من الزمالك، اكثر التزاما من الاسماعيلي، بس برضه عايزين بعض التوجيهات من حضرتك وبعض الجلسات من حضرتك يعني. بالفعل انا اتكلمت مع سياده اللواء محسن شتا وقلت له يا ريت نجيب مجموعات من الالتراس. تمام. يعني لو يحبوا يقعدوا معانا تحت امرهم، ونستعين بيهم في ازاله الاحتقان بين الجمهورين، واتمنى ذلك، وانا من دلوقتي مكتبي مفتوح ليهم. وفي نفس الوقت انا كلمت الاستاذ كامل ابو علي. تمام. وقال لي احنا نفسنا ان احنا نعيد العلاقات الطيبه بين الجمهورين ونكون جميعا عند حسن الظن. فانا اتمنى اي حد من جمهور الالتراس، وانا بدعوهم لمكتبي ويشرفوني ونتقابل ونحاول نزيل اي احتقانات وننظم احتفال جميل جدا يليق باسم النادي المصري العريق. ربنا يخليك يا سياده اللواء، بالتوفيق لحضرتك. انا عارف ان المهمه صعبه في الاول، وعارفين ان حصلت بعض الاحداث النهارده في بورسعيد، حادث السرقه الصبح وبعد كده الاعتصام، بس احنا عارفين ان حضرتك قدها حدود باذن الله يعني. لا وان شاء الله مواطني بورسعيد ساعدونا جدا النهارده. صحيح في ناس لهم بعض المطالب وهي مطالب مشروعه سيتم بحثها، انما كانوا يعني مستجيبين لينا تماما. والحمد لله تدخل القيادات الشعبيه ودفع الناس العقلاء سهلت لنا الامور كثيره والناس سابت مكانهم وانصرفوا في هدوء تام دون ان يعكر شيء صفو الامن العام. بالتوفيق يا سياده اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد، بنشكر حضرتك على المداخله القيمه دي، وبنتمنى لحضرتك التوفيق يعني في الحياه بصفه عامه، وفي اعاده زمام الامن لمحافظه بورسعيد. زي ما بيقولوا على قدر اهل العزم تاتي العزائم، عارفين ان حضرتك قياده امنيه مشرفه، وبنتمنى لحضرتك التوفيق، وبنتمنى ان مصر كلها تعود لها الامن. واحنا شايفين بصراحه من ساعه تولي اللواء محمد ابراهيم مدير وزير الداخليه في مصر، بصراحه الامن عاد بشكل كويس جدا جدا، والامن عاد في بورسعيد كويس جدا جدا، بس احنا منتظرين اكتر من كده باذن الله. اوعدك ان شاء الله هيكون اكتر من كده، وانا بعتز بشعب بورسعيد وبقدره وبحبه جدا، لان لعلم حضرتك انا اشتغلت في بدايه خدمتي في مدينه بورسعيد. تمام. وكانت خدمه مشرفه للغايه، وانا مشيت في شوارع بورسعيد وانا صغير كتير جدا، وفي ناس كتير عارفاني، واتمنى من الله ان يوفقني لخدمه اهالي شعب بورسعيد. ربنا يخليك يا سياده اللواء. بنشكر اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد على المداخله القيمه ديت.